السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة من محاضرات فيزياء الصف الخامس علمي، الفصل الأول المنهج الجديد 2024. اليوم عندنا موضوع إيجاد محصلة متجهين أو أكثر بطريقة التحليل المتعامد. موضوع سهل لكن بفكرة شوية تختلف عن تحليل المتجه. نفس القوانين تقريبا راح ناخذهن لكن بفكرة شوية مطورة أكثر. التحليل المتجه هو من اسمه تحليل المتجه، يعني عندي متجه واحد. أما هسه أنا عندي متجهين أو أكثر، احنا راح نكتفي بمتجهين. إذا عندي متجهين راح شوية يصير عندي زيادة قليلة بالقوانين، وطبعا الفكرة شوية تكون متطورة أكثر. إذا كان لدي متجهين A و B، يمكن تحليل كل متجه إلى مركبة أفقية ومركبة شاقولية، ثم نجمع المركبات الأفقية اللي احنا رمزنا لها X لكل المتجهات اللي على محور X، فراح تكون عندنا RX يساوي لنا AX زائدا BX. وكذلك الحال على محور Y، ويكون الجمع RY يساوي لنا AY زائدا BY. أما حتى نحسب الآر المحصلة أو مقدار المتجه، فمن خلال نظرية فيثاغورس R تربيع يساوي لنا RX تربيع زائدا RY تربيع بالجذر راح تساوي لنا R تحت الجذر RX تربيع زائدا RY تربيع. هذا القانون مر علينا سابقا. يمكن حساب الزاوية أيضا من قانون تان الثيتا يساوي لنا المقابل على المجاور اللي هو RY على RX. طلاب احنا عندنا ما راح نقدر نفهم القوانين الا نشرحها منين اجت. هي تسلسل صايرة القوانين. اولا اني احتاج RX واحتاج RY. المركبة الافقية X RX، والمركبة الشاقولية RY. RX جاية من AX زائدا BX، مثل ما قلنا لكم هنا AX زائدا BX. ال AX وال BX منين جاية؟ جاية من AX تساوي لنا A، بما انه مركبة افقية تأخذ كوساين الثيتا، وال BX جاية من B مو ساين الثيتا ايضا كوساين الثيتا. فصار عندي القانون RX هذا اني اجمعهن يصير عندي RX. كذلك نفس الحال اني بالمركبة الافقية العمودية احتاج AY زائدا BY. نجي ال AY تساوي لي A ساين الثيتا، وال BY تساوي لي B ساين الثيتا. يعني أنا راح استخرج AX و AY واستخرج BX و BY. هاي تمثل لي مقدار ال RX وهاي تمثل لي مقدار ال RY. هذين اثنيناتهن اجمعهن راح يصير عندي القانون R يساوي لي تحت الجذر RX تربيع زائدا RY تربيع، وهيك راح اقدر اوجد المحصلة. كنا ناخذ تحليل المتجه مباشرة AX اعتبره او RX، يعني هو اعتبره AX اذا عندي المتجه A، واذا عندي القوة فصار عندي FX مباشرة. اما هسه انا عندي متجهين، فلازم اجمع كل متجه مع طلاب. مثلا هسه خلينا نشرح ايجاد محصلة متجهين او اكثر، يعني شلون رسم. خلينا نفرض اني عندي المتجه A، او قبل خلينا نرسم الرسم البياني. خلينا نرسم الرسم البياني. هذا محور واي وهذا محور اكس. خلينا نفرض عندي متجه اي بدأ من نقطة الصفر وانطلق بهكذا بزاوية ثيتا.
هذا أي راح تكون عندي بي مركبة أفقية هي الأي واي، ومركبة عفوا مركبة عامودية أي واي، ومركبة أفقية اللي هي أي إكس. وعندي متجه أيضا عامودي على متجه أي، عامودي على متجه أي، يعني خلينا نقول بهاي الشكل تقريبا صاير، أو شوية يعني أكثر ميلان، هيج عامودي على محور بي أي، اللي هو هذا محور بي، محور بي لكم من هذا الرسم ما لكم علاقة به، محور بي. أيضا عندي بي زاوية، لأن هو باعتبار هذا محور إكس كامل ويمشي هيك، أيضا عندي بي زاوية، هاي الزاوية، فأيضا راح تكون عندي بي مركبة أفق عامودية اللي هي البي إكس، ومركبة أفقية اللي هي العفو مركبة عامودية اللي هي البي واي، ومركبة أفقية اللي هي البي إكس. فتحلل إلى مركباتها، هاي آخذ مركباتها واحد، وهاي آخذ مركباتها واحد. زين. طلاب عندي ملاحظة تقول إذا كانت الزاوية بين المتجهين تساوي 90 درجة، يعني قائمة 90 درجة، يعني بهذا الشكل تقريبا صار، يعني هاي الزاوية بين هذه وهذه 90. يعني خلينا نفرض هذا المتجه A وهذا المتجه B، فتصير عنده الزاوية القائمة 90 درجة. أما إذا كانت لا تساوي 90 فنطبق قانون الجيب والجيب تمام. شنو قانون الجيب وشنو قانون الجيب تمام؟ خلنا نعرفه. قانون الجيب تمام، أو كما يسمى قانون الكوساين، هو R تربيع يساوي أي تربيع زائدا بي تربيع ناقص 2 أي بي كوساين الثيتا. أي تربيع زائدا بي تربيع ناقصا 2 أي بي كوساين الثيتا. هذا حتى أقدر أوجد المقدار. قانون الجيب أو قانون الساين نقدر نعرفه من خلال هذا المثلث. عندنا مثلث راح يكون عندنا بهذا الشكل متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الأضلاع. مثلث متساوي الأضلاع، هنا راح تكون عندي ألفا، وهنا راح تكون عندي بيتا، وهنا راح تكون عندي جاما. هذا محور أو متجه A، وهذا المتجه B، هذا المحصلة اللي بينهما R. فشوف شي قابل لي من زاوية هو ياخذها، يعني R على جاما تقابل لي زاوية جاما، لكن أنا على قانون الساين إذا نقول ساين الجاما يساوي الأي يقابلها ألفا، أي على ألفا، ولأن عندي ساين فهي ساين الألفا، وتساوي بي يقابلها البيتا، إذا بي على بيتا، ولأن ساين فهي ساين البيتا. هذا حتى أوجد اتجاه. طلاب هذا القانون الجيب والجيب تمام بهذا المنهج احنا ما راح نستخدمها، لأن هذا في حال كانت غير متعامدة. احنا راح ناخذ مثل ما ذكرنا لكم تحليل المتعامد، لأن أنا عندي المتجهين متعامدين، التحليل متعامد، وأنا إذا عندي التحليل إذا كانت الزاوية من متجهين 90 يعني متعامدة، فنطبق قانون فيثاغورس. فلأن أنا راح يكون عندي المتجهين متعامدين فراح أستخدم نظرية فيثاغورس، لكن هذه يعني ضيف لكم إياها بالمنهج فوجبت علينا شرحها. عندنا
مثال بالكتاب يقول المتجه أي طوله 14 سنتيم، ويصنع زاوية قياسها 60 درجة مع محور إكس الموجب. يعني هذا محور إكس الموجب، خلينا نرسم محور واي، وهذا محور إكس الموجب. يقول متجه أي طوله 14 سنتيم، ويصنع زاوية 60 درجة. خلينا نفرض هاي 60 درجة، شوية يصير أكبر من 45 بشوية. هذا المتجه أي، الزاوية 60 درجة. ليش كتبناها من هنا؟ لأن هو قايل لي مع محور إكس الموجب. والمتجه B طوله 20 درجة، ويصنع زاوية قياسها 20 مع إكس الموجب. طلاب البي ما راح ارسمها من هنا. بالبداية خليني آجي هذا، بما أنه المحور أي أو المتجه أي، أحلله إلى مركبتين. هذا صار عندي أي واي، وهذا الأي إكس. هذا باعتباره أيضا الأي إكس، فيمشي. فلأن البي يصنع زاوية مقدارها 20 درجة مع محور بي الموجب، يعني من هنا، يعني احنا مثل ما قلنا بالملاحظات ضرب المتجهات، نضع ذيل المتجه الثاني على رأس المتجه الأول، فيصنع زاوية 20، يعني تقريبا هيك، يصنع زاوية 20، يعني تقريبا هيك. هاي الزاوية 20 درجة. أيضا البي راح أحللها إلى مركباتها، يعني هذا راح يعتبر البي واي، وهذا راح يعتبر البي اكس. هذا البي اكس الاي اكس هي كلها ار اكس، وهذا الاي واي والبي واي كلها ار واي. خلينا نجي عليها واحدة واحدة. أنا إيش منطيني؟ منطيني أي والزاوية مالت الأي، ومنطينا البي والزاوية مالت البي. هذا البي انطاني إياها. يريد حل المتجه إلى مركبتين ثم احسب مقدار ار واتجاه. هسه أنا حللتها إلى مركبتين، أريد أحسب الار والثيتا. راح أقول بالبداية أوجد الأي إكس، ويساوي لي أي كوساين الثيتا، ويساوي لي أي إيش قد انطاني إياها؟ 14 في كوساين الزاوية إيش قد انطاني إياها؟ 60 في كوساين 60، ويساوي لي 14 كوساين 60. أنا أنطيك إياها إيش قد؟ 0.5. طلاب احنا قلنا لكم أي رقم يضرب في نصف فهو نصف الرقم. يعني هذا 14، فراح تساوي لي 7. شنو الوحدة مالتها؟ سنتيمتر. هذا أنا أوجدت الأي إكس، أريد أوجد الأي واي هسه حاليا. الأي واي أي ساين الثيتا، ويساوي لي ويدي لي له الأي 14 في ساين ايش قد انطانا الزاوية مالت هذا 60. هذا مالت الأي، يعني حاليا جاي أوجد الأي إكس والأي واي، ويساوي لي 14 ساين 60. ايش قد أنا منطيك إياها؟ 0.8، ويؤدي لي إلى أجي أعمل لي حسابية على صفحة. أوجد 14 في 8. 8 في 4 هي 32، يعني 2 و3 باليد. 8 في 1 8، و3 11. عندي مرتبة واحدة بعد الفارزة، إذن 11.2. 11.2 الوحدة مالتها سنتيمتر. زين، هسه أريد أوجد مركبات البي. طبعا راح أقول البي إكس
يساوي لي بي كوساين الثيتا، كوساين لأنه على محور إكس، ويؤدي إلى البي ايش قد مقدارها؟ 20 في كوساين البي ايش قد الزاوية مالتها؟ لا تقول لي 60، 20 البي الزاوية مالتها، كوساين 20. زين 20 في كوساين 20 ايش قد منطق اياها؟ 0.9. اي ضرب عملية، الصفر مع هذا يلغى، مع الصفر يروح، 2 في 9 راح يساوي لي 18، ف18 سنتيمتر. بي واي يساوي لي بي ساين الثيتا، ويؤدي لي إلى البي ما أنساها 20 في ساين 20، ويؤدي لي إلى 20 في ساين 20 ايش قد؟ هي 0.3. هاي المرتبة تحدث مع الفارزة، يبقى لي 2 في 3 ويساوي لي 6 سنتيمتر. طلاب هسه أنا أوجدت يعني جزء كبير من الحل، بقت لي بس السهلات. راح أقول الار اكس أجمع مركبات الاكس، الاي اكس والبي اكس زائدا بي اكس، ويؤدي لي إلى الاي اكس ايش قد طلع لي؟ 7 زائد البي اكس ايش قد طلع لي؟ 18. 7 زائد 18 ويؤدي لي يساوي لي 25. 25 الار واي راح يساوي لي بي واي او اي واي زائدا بي واي. الاي واي ايش قد طلع لي؟ 11.2 زائدا البي العفو الاي واي، اي هذا الاي واي، والبي واي طلعت لي 6. هاي الستة باعتبارها 6.0 حتى أساوي المراتب اللي بعد الفارزة. 6 زائد 11 فهي 17، واثنين زائد صفر هي 2، 17.2. زين هسه ايش يبقى لي؟ بقت لي شغلة أخيرة، هذه اثنيناتهن راح أقول عليهن R راح يساوي لي تحت الجذر ار اكس تربيع زائدا ار واي تربيع، ويساوي لي تحت الجذر 25 الار اكس تربيع زائدا 17.2 تربيع. طلاب باقي الحل عليكم، لأن أنتم بعد افتهمتوا الفكرة، المفروض من تحليل المتجه أنتم افتهمتوا الفكرة، أما إحنا حاليا وضحنا لكم إنه شنو الأي إكس وشنو الأي واي والبي إكس والبي واي وندمجهن بمعادلة وأخذنا القوانين. أما باقي الحل فهي مثل ما أخذناها بالإحداثيات القطبية والكارتيزية، ومثل ما أخذناها بتحليل المتجه هي نفس القوانين، سواء كانت مقدار أو محصلة متجه ثيتا. طلاب هسه نطب على موضوع جديد اللي هو آخر موضوع بالفصل الأول وأسهل موضوع بالفصل الأول اللي هو ضرب المتجهات. الضرب المتجهات عندي بيه نوعيتين، ضرب نقطي أو بما يسمى قياسي، وضرب اتجاهي. شنو الفرق بين الضرب النقطي والضرب الاتجاهي؟ الضرب النقطي ويسمى نقطيا لأن إشارة الضرب فيه هو نقطة، ويسمى قياسيا لأنه ناتج ضرب كمية متجهة بكمية متجهة أخرى لينتج، يعني هذا متجهة في كمية متجهة أخرى لينتج لي كمية قياسية. القانون ماله
القانون ماله هو A دوت B. تعالوا شوفوا مثل ما قال فيه هو نقطة A دوت B يساوي لي A دوت B كوساين الثيتا. هذا قانون حفظ، هذا القانون حفظ، هذا قانون الضرب النقطي، يأخذ كوساين الثيتا. راح يكون عندي المتجهات بهذا الشكل. يعني أنا خلينا نفرض عندي المتجه A بهذا الشكل، والمتجه B بهذا الشكل، هذا B وهذا A. الزاوية المحصورة هاي الكوساين ثيتا هي الزاوية المحصورة بين المتجه A والمتجه B، ما له علاقة هسه بمحور X ومحور Y. هي الزاوية المحصورة بين متجه A ومتجه B. يعني أنا لو عندي إياهن بنفس المستقيم، يعني هذا A ويكملها B، كان ما احتاجت الكوساين أو ما احتاجت الثيتا أصلا. لكن أنا عندي كميتين متجهات كل واحدة باتجاه، فعندي بيناتهم زاوية، فأستخدم الزاوية حتى أوجد ناتج الضرب. زين، الضرب الاتجاهي هو ناتج ضرب كمية قياسية، هو ناتج ضرب كمية اتجاهية في كمية اتجاهية أخرى، ينتج لي كمية اتجاهية ثالثة. عمودي على المستوى الذي يحوي A و B. يعني مثلا أنا عندي المتجه A مثلا بهاي الشكل يعني، وعند المتجه B خلينا نفرضه مثلا يعني هذا A هذا B. المتجه الثالث اللي راح ينتج لي ونفرضه C راح يكون عمودي على المتجه A و B، وأيضا راح تكون عندي بيناتهم زاوية. زين، القانون مال ترشاح راح يكون A كروس B يساوي لي AB ساين الثيتا. هذا القانون مهم أو حفظ لقانون الضرب الاتجاهي. ملاحظات، عندي ملاحظات مهمة هي المفتاح الرئيسي لضرب المتجهات. إذا كانت عندي الزاوية صفر، يعني شلون صفر؟ هذا البي منطبق على هذا الاي او صار مكمل لهذا الاي، فراح تكون الزاوية صفر. اي وانطيتكم السؤال اي اوجد اي دوت اي، فراح اقول اي دوت اي لان باعتبار هذه كمية وهي كمية، عندي متجهين يمشن، مثلا عندي هذا المتجه اي يكملها متجه اي 2، مثلا هذا اي 1 هذا اي 2، والزاوية بيناتهم صفر. وقلت لكم اوجد، اعطيتكم هذا مقدار بوحده وهذا مقدار وحده، فالزاوية بيناتهم صفر. راح تقول لي مقدار اي الاولي ومقدار بي الثاني في كوساين الثيتا يساوي لنا اي تربيع. ليش؟ لان كوساين الصفر هو واحد، واي رقم يضرب في واحد هو نفس الرقم. اما في حالة الضرب الاتجاهي، فالضرب الاتجاهي ساين الثيتا ساين الصفر يساوي لي صفر، فالكمية كلها راح تتصفر، لأن حاصل ضرب أي رقم في صفر هو يساوي صفر. إذا كان المتجهان متعامدان، يعني مثلا هيك متعامدان، الزاوية بيناتهم 90 درجة، فإن أي دوت بي تساوي صفر. ليش؟ لأنها 90 درجة، قلنا لكم على محور 90 على محور الساين، الكوساين ما له شيء، كوساين 90 صفر، فالأي دوت بي يعني هذا القانون يتصفر كامل. وإذا يعني كانت الزاوية 90 للساين، فساين 90 هو واحد، فهذه ما تتصفر، هاي تبقى. أما إذا كان متوازيان، يعني هذا عندي A، هذا هنا عندي A، وعندي من هنا B، متوازيان يعني الزاوية بيناتهم صفر، فكوساين الصفر هو واحد، يعني هذا تتصفر وهذه تبقى ما تتصفر. خلنا ناخذ مثال حتى نعرف الحل زين. الحل كلش سهل بسيط. يقول أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن، إذن هذه F قوة
باتجاه 37 درجة فوق الأفق في جسم فحركته إزاحة x بالاتجاه الأفقي. احسب مقدار الشغل الذي تبذله تلك القوة، علما أن كوساين 37 هو 0.8. أجي أكتب الحل. بالبداية نرسمها حتى تبين عندنا. أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن باتجاه 37 فوق الأفق. أفق يعني أفقي، يعني محور إكس الموجب في جسم فحركته إزاحة بالاتجاه الأفقي. يعني شلون؟ هذا عندي محور واي، وهذا عندي محور إكس، هذا الأفق قال لي باتجاه 37 درجة تقريبا هيج، وأبدأ أرسم الخط. هذا محور، هذا الإف، لأن هو قال لي 37 درجة الإف في جسم فحركته إزاحة 10 متر بالاتجاه الأفقي، يعني هيج على هذا المحور بالاتجاه الأفقي. إذن هذا هو صار عند الإكس. يريد مقدار الشغل الذي تبذله تلك القوة. أنا عندي قانون الشغل، شو يقول لي؟ إكس تساوي 10 طبعا، وهنا 40 نيوتن. دبليو يساوي اف دوت اكس، هذا قانون الشغل ثابت. لكن أنا عندي بيها زاوية، صارت عندي بيها زاوية، فأضيف له أقول له دبليو يساوي اف دوت اكس كوساين الثيتا. ليش كوساين الثيتا؟ ما صار عندي متجه ثالث، عندي بس متجه اف واكس، ما صار عندي متجه ثالث. إذن كوساين الثيتا أقول اف دوت اكس هي نفسها، مو الدبليو يساوي لنا اف دوت اكس، فبدل ما أقول دبليو يساوي لنا اف اكس كوساين ثيتا، أقول اف دوت اكس يساوي لي اف اكس كوساين الثيتا. الاف ايش قد انطاني اياها؟ مو 40 في الاكس ايش قد انطاني اياها؟ 10 كوساين 37 درجة، ويساوي لي 400، لأن 40 في 10 هو 400، كوساين 37 هو 0.8، مرتبة مع الفارزة تروح، يبقى لي 40 في 8. نجي نستخرج 40 في 8 ايش قد تساوي؟ هاي 40 وهاي 8 في 0 هو 0، و8 في 4 هو 32. إذا 320 تساوي لنا 320. شنو وحدة الشغل؟ هو الجول. هذا كل ما يخص الأمر. نعيد شرحها على السريع. أنا عندي مقدار القوة والشغل يساوي لي F دوت X، هذا قانون ثابت. لأن صارت عندي بيناتهم زاوية، فأقول له W يساوي لي F X كوساين الثيتا. ليش كوساين الثيتا؟ لأن ما نتج لي متجه ثالث. إذا هو حاصل ضرب كمية قياسية، حاصل ضرب كمية متجهة في كمية متجهة، الإف كمية متجهة والإزاحة كمية متجهة، ينتج لي كمية قياسية، فهو ضرب نقطي. ف F دوت X يساوي لنا F X كوساين الثيتا. الإف انطاني إياها 40 والإكس انطاني إياها 10 والزاوية هو انطاني إياها 37. فمجرد عوضت تعويض مباشر صار عندي حاصل ضرب ووجدت القيمة. عندي يعني مجموعة من الأمثلة. يقول كمية متجهة فرضها أي مقدارها 12 وحدة باتجاه الشرق، وكمية أخرى متجهة B مقدارها 5 وحدات تميل بزاوية وين؟ 37 شمال الشرق. ايش راح يصير عندي؟ صار عندي مثلا هيك، هذه كمية A باتجاه الشرق.
ايش قد 12 اي تساوي لنا 12. ايش قد الزاوية مالتها؟ الزاوية مالتها صفر. كمية أخرى متجهة مقدارها 5 وحدات تميل بزاوية 37 يعني هيج. هذا البي 37. هذا البي تساوي ايش قد؟ 5 وحدات. شمال الشرق. ليش شمال الشرق؟ يعني هو قال لي شمال الشرق فصعدت الزاوية هيج لأنها شمال الشرق. هذا الشمال وهذا الشرق فصار عندي شمال الشرق. هذا مو متجه آخر، هذا محور واي. زين أجي أحل. يريد من عندي أي دوت بي ويريد من عندي عكسها بي دوت أي ويريد من عندي أي دوت أي وبي دوت بي. بما إنه قايل لي دوت فإذا هو ضرب نقطي. إذا أي دوت بي يساوي لي أي بي كوساين الثيتا ويساوي لي الأي انطاني إياها 12 البي انطاني إياها في 5 كوساين 37 درجة ويساوي لي 12 في 5 في كوساين 37 هو 0.8 فالناتج راح يكون عندنا 48 وحدة. طلاب أهم شي ما ننسى المتجهات أو الكميات. زين بي دوت أي عكسها يعني بي من عندي بي دوت أي نفس الحالة هم راح أقول له بي أي كوساين الثيتا راح أعوض البي هي 5 في 12 في كوساين 37 درجة راح يطلع عندي نفس الناتج لأن 5 في 12 هي 60 ويساوي لي 5 في 12 60 في كوساين 37 هي 0.8 فمرتبة مع الفارزة تروح مع الصفر. 6 في 8 هو 84 وحدة. إذا أي دوت بي يساوي لي بي دوت أي أنها تخضع لعملية الإبدال. زين هسه من عندي أي دوت أي ايش قد الزاوية مالت الأي؟ ما أنسى أن الزاوية مالت الأي هي صفر. انتبه على الزاوية مالت الأي يعني وين؟ باتجاه الشرق. إذا أقول له أي دوت أي يساوي لي أي دوت أي كوساين الثيتا ويساوي لي 12 في 12 أو أقدر أقول مثلا قبلها ويساوي لنا أي تربيع كوساين الثيتا يعني باعتبار متساويات كوساين الثيتا ويساوي لي 12 تربيع في كوساين الصفر ويؤدي لي إلى 12 في 12 هو 144 في كوساين الصفر هو 1. إذا أي دوت أي راح تساوي لي 144 لأن 144 في 1 هو 144 وحدة. هذا واجب عليكم لأن طريقته سهلة وتمرين لكم. هسه حاليا عندنا السؤال الموجود أو المثال الموجود في الكتاب. أثرت قوة F مقدارها 150 في العتلة AB. هذا العتلة AB عند النقطة A والتي تبعد عن محور الدوران 5 متر. جد مقدار واتجاه المحصل علما أن ساين 30 يساوي لنا 0.5. شوفوا هذا منطيني هذا الأي تبعد عن بي بمقدار 5 إذن بعد انطاني حتى إذا ما عرفت هو بعد هو فمنطينيها بالمتر إذن هي بعد أو مسافة تبعد عن محور الدوران. هذا محور الدوران فأثرت بها قوة 150 نيوتن صارت عندي زاوية 30. جد مقدار واتجاه المحصل. إذن مباشرة راح أعرف من قال لي جد مقدار واتجاه المحصل هي يريد من عندي أي الكروس
يعني الضرب الاتجاهي. طلاب انتبهوا لي على شغلة، هو منطيني الاف، منطينا الاف تساوي لي 150، ومنطيني الاكس او الدي تساوي لي 5. طلاب هنا ما يريد مني مقدار الشغل، يعني اذا قلت اف دوت اكس فهنا ما يريد من عندي مقدار الشغل، يريد مني عزم الدوران تاو، عزم الدوران مجهول. فعزم الدوران يساوي لي اف في اكس، يعني مقدار الشغل ذاك قانون اف دوت اكس، اما هذا تاو راح يساوي لي اف كروس اكس. فأنا عندي هذه وعندي هذه، لكن أنا منطيني بي زاوية، إذا راح أقول له اف كروس اكس، يعني هذا اكس يساوي لي اف اكس ساين الثيتا، لأن عندي كروس فياخذ الساين. أيضا مباشرة راح أعوض تعويض مباشر، الاف منطيني إياها 150 في الاكس هي 5 في ساين 30، ساين 30. ف 150 في 5 نجي على جهة، يعني خلينا نفرضها 150 في 5، 5 في 0 0، 5 في 5 5 و2 باليد، 5 في 1 5 و2 7، إذن 750 يساوي لنا 750 في ساين 30 هو 0.5 مثل ما أعطيتكم إياها، مرتبة مع الصفر تروح، يبقى لي 75 في 5، 5 في 5 هو 5 و2 باليد، 5 في 7 هو 35 و2 هو 37، إذا راح يساوي لي اف كروس اكس يساوي لي 375. طلاب هذا كل ما يخص موضوع ضرب المتجهات، وكل ما يخص موضوع تحليل المتجهين أو أكثر بطريقة التحليل المتعامد. وهذا اليوم احنا ختمنا أو خلصنا محاضرات الفصل الأول، وانتهت عندنا، يبقى عندنا حل الأسئلة إن شاء الله ننزل لكم عليها محاضرة بإذن الله بالأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.